أكثر عن محافظة البيضاء. علوي الشليلي من أبناء أيضا محافظة البيضاء، لعله متابع أكثر، وبالتأكيد نحن أيضا لدينا من يراسلون في محافظة البيضاء أولا بأول، ونحن أيضا نتناول موضوع المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء عبر برامجنا وعبر نشراتنا الأخبارية، ولكن أننا نسمع عن قرب من أحد أبناء محافظة البيضاء وعن كل جديد وعن أهداف هذه الحملة التي انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ لبيك البيضاء. معنا علوي الشليلي، سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي علوي. طبعا البيضاء أحداث ساخنة وفي المقابل انتصارات تتحقق على الأرض. نسمع رسالتك أخي علوي والهاشتاغ الجديد الذي أطلق في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان لبيك البيضاء. حياك الله أستاذي، شاكر لكم الاستضافة وشاكر لكم أن تعطونا هذه المساحة لمحافظة البيضاء الذي يجب أن تنفرد بمقابلات مفتوحة من أكثر من انتخابات أثرية. لا شكر على واجب، وهذا أقل واجب، وبالتأكيد نحن أيضا نستمد معلوماتنا منكم أنتم جمهورنا الكريم. تفضل. الهاشتاج الذي أطلقه أبناء محافظة وكل الشرفاء الأحرار الثوار من جميع محافظات الجمهورية، لبيك البيضاء لبيك البيضاء. المحافظة التي رفضت مشروع العصبية الإمامية السلالية. لبيك البيضاء تلك المقاومة التي قدمت مئات من الشهداء، ووجدت أن أبناء البيضاء وجدوا في عدن وارتفعوا شهداء في عدن، وارتفعوا شهداء في تعز، وارتفعوا شهداء في الجوف وفي مأرب وأينما دعاهم الواجب وجدت أبناء البيضاء مدافعين مع الشرعية في كل مكان. لبيك البيضاء نتحدث عن موقع البيضاء الذي يحتل ذلك الموقع الجغرافي المهم الذي يربط بثمان محافظات، وهو يعتبر شريان لمحافظات مهمة من ضمنها دمار وصنعاء والضالع وأبين ولحج وشبوة ومأرب. البيضاء لها الموقع الجغرافي الممتاز. البيضاء ذات التاريخ العريق التي ببيئتها ترفض مشروع العنصرية ومشروع الانقلابيين، وتقف دائما مع الشرعية ومع الجمهورية. لبيك البيضاء كان قدرها أن تقف ضد الإمامية الكهنوتية، ووقفت في ثورة 26 من سبتمبر. وكان لها اليد البيضاء في فك حصار السبعين. رجال البيضاء لهم تاريخ مشرق. البيضاء لبيك البيضاء المحافظة المنسية بكل أسف من الدعم والتمويل لهذه المقاومة. مقاومة البيضاء هي أول مقاومة واجهت الحوثي في حين كانت تفتح المحافظات سلما، بعدها تشجع الأحرار في كل مكان. وحدها مقاومة البيضاء واجهت ملكة الانقلاب بشقيها بشقيها وكانت واقفة من غير أي دعم. حتى الآن البيضاء منسية الإعلام، منسية من الدعم، منسية من الالتفاتة من الجانب الشرعي. كانت مقاومة البيضاء الجهد والدعم ذات بركة وثمرة. المقاومة اليوم صارت أفضل بكثير في تنظيمها، تتحولت إلى تشكيلات عسكرية تتبع وزارة الدفاع بمعدات. المقاومة اليوم تنتصر في البيضاء، ولو أن هناك لفتة إنسانية ولفتة من الجانب الشرعية وممثلة برئيس الجمهورية ونائبه ورئاسة الوزراء ودول التحالف إلى البيضاء، لكان للبيضاء كلام غير هذا الكلام. البيضاء اليوم إن شاء الله ستكون هناك لفتات بما يخص المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، وبالتأكيد نحن أيضا إعلاميا سوف نكون عند الحدث أولا بأول. لفت مقاومة البيضاء في جبهة الحبج ثابتة وصامدة وتحقق انتصارات. جبهة الزاهر تحقق انتصارات، وجبهة ذي ناعم تحقق انتصارات، وجبهة طيار انتصارات. واليوم مقاومة البيضاء في جبهة عبال
الوهبية في أول يعني المناطق الحدودية مع مأرب تحقق انتصار، وحققت اليوم انتصارات نوعية مسنودة بمقاومة العبدية، شاكرا لهم. البيضاء ثابتة وراسخة الرسوخ الجبال في قيفة، وحتى أنها مما يعني وصلنا إلى قيفة وما حصل لقيفة لقرية الجوب وغيرها من الناس والحصار والضرب، إلا أنها مقاومة ثابتة. البيضاء سيكون لها القول الفصل حينما تنظر إليها